كلنا فاكرين البطريق كائن لطيف بيتزحلق على التلج وهو مبتسم، بس الحقيقة إن البطريق بيعمل حاجات أغرب من الخيال العلمي. بيرقص، بيخطف، بيقدم هدايا غريبة، بل وبعضهم بيهرب من حياته كلها المجهول وسط الجليد. استعد تتصدم من أغرب التصرفات المجنونة لكائن البطريق. لو بطريق فقد صغيره أحيانا بيخطف كتكوت تاني، سلوك غريب جدا بس بيحصل وبيسبب معارك عنيفة. البطريق الذكر بيقدم حجر للأنثى، ولو قبلته يبقى اتفقوا ان هم يتجوزوا. في بطاريق فجأة تسيب المستعمرة وتبدأ تمشي في اتجاه الجبال الجليدية البعيدة بدون سبب، مفيش رجوع. العلماء محتارين، هل ده انتحار ولا نداء غامض؟ لما البطاريق بتبقى واقفة على حافة الجليد وعاوزة تنزل المية تصطاد، بيبقوا قلقانين جدا لأن البحر تحتهم مش بيبقى فيه سمك بس، ولكن فيه مفترسات. فاللي بيحصل انهم كلهم بيتجمعوا بالعشرات وكلهم واقفين على الحافة مترددين وبيبصوا لبعض، وفي الغالب واحد فيهم بينط الأول، بس مش لأنه شجاع، ولكن ساعات بيزقوه قصد. وبعد ما ينط الباقيين بيفضلوا يراقبوا، ولو عدى بأمان الباقيين بينطوا وراه. ولكن لو اختفى وما طلعش فوق سطح المية، ساعتها الباقيين بيفضلوا واقفين مكانهم خايفين ينزلوا. طب ليه بيعملوا كده؟ ده نوع من الذكاء الجماعي والخوف الغريزي. البطاريق مش بتقدر تشوف تحت سطح المية من فوق، فبيستنوا يشوفوا ايه اللي هيحصل لأول واحد. البطريق مش مجرد كائن لطيف في كرتون، ده عنده عالم كامل من العادات الغريبة بتخليه من أكتر الكائنات إثارة للدهشة في عالم الحيوان. عرفتوا ليه البطريق كائن مش لطيف؟ ما تنسوش تعملوا فولو لايك. أشوفكم الفيديو الجاي.